السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده عايزه اعمل لكم ريفيو عن حاجه حلوه بصراحه انا استفدت منها واشتريتها، وعايزه كلكم تعرفوا ان الحاجه دي مميزاتها ايه، وهي فعلا تستاهل فلوسها ولا لا. انا كان عندي ولادي اول السنه كان نايمين جوا في البيت يعني، وبعدين باباهم خبط ما فتحوش فالباب انكسر. كان عندنا باب خشب غير ده يعني، فنزلنا نسال على البيبان الخشب، لقينا اقل باب حوالي 2000 جنيه، خشب ابيض بس، من غير طبعا لا الكواليه ولا من غير اي حاجه. فالنهارده ان شاء الله هعمل لكم ريفيو عن الباب اللي انا اشتريته ده، الباب المصفح اهو. عايزه اجيبه لكم من بعيد كمان اهو. فروحنا اشترينا انا وباباهم الباب ده، حد كان دلنا عليه يعني ان هو باب كويس ومتين، فقلنا نروح نتفرج. فما رحنا اتفرجنا بصراحه عجبنا جدا يا بنات، تحفه ما شاء الله في الاستخدام وامان جدا. يعني انا بستخدمه بالذات لان انا ممكن اسيب ولادي في الشقه لوحدهم وامشي، لا ده امان جدا، ممكن تسيبه اهم حاجه بس يكون معاك نسخ من المفاتيح. بصراحه حلو في الاستخدام وحلو في الشكل وحلو وجاهز، بيجي جاهز كده راكب بالحلق بتاعه. هعمل لكم كل ريفيو عن كل حته فيه. اول حاجه ده الظهر، ده من جوه، الباب من جوه، من باب الشقه من جوه اهو. اول حاجه هو فيه العين السحريه دي، جايه معاه كده، هيجي معاه العين السحريه دي. وفي كام مفصله؟ ادي 1 2 3 4، في 4 مفصلات. والمفصله مش اي كلام، لا حاجه حلوه بصراحه يعني. هو لونه ده بيجي اشكال والوان، ممكن تختاري الرسمه ديت او الرسمه اللي انت عاوزاها. ده اشكال والوان، سوري مش الوان، هو نفس اللون بس اشكال كتير، فورمات كتير يعني. هو خامته يعني ايه، مش خشب، زي حاجه حديد كده، بس انا مش عارفه خامته ايه بصراحه. انا قلت ان انا هقول لكم على كل حته فيه برضو. ده الخامه بتاعته، بس هو تقيل جدا جدا جدا. في منه نوع الصيني ونوع التركي. التركي اغلى من ده، بس ده حلو مقد الغرض كمان. تاني حاجه فيه الكوالين. في الكالون ده الكالون الصغير، هوريلكم بعيد عشان الصوره تبقى واضحه. الكالون ده الكالون الصغير. الكالون الصغير يعني بيقفل الحته دي بس. ممكن تستخدميه لو انت نازله على طول، مش هتغيب عن بيتك حاجه كده، يعني ايه، مش هتطولي يعني. وفي الكالون التاني ده الكالون الكبير. الكالون الكبير ده ما شاء الله هوريكم دلوقتي هو مقفل ايه دلوقتي. اهو يا بنات الكالون الكبير فيه ادي 1 ادي 2، لا ده قصدي 2 وخالص تحت كمان اهو 3. الكالون اول كالون اهو فيه 4 لسنه. ده الكالون التاني معاهم، ده فيه 8 لسنه، وده لسان الباب اللي هو بيقفل بالتكه المفتاح عادي. والكانون اللي تحت خالص اهوت في 4 لسنه. لما بتيجي تقفلي بالمفتاح ده اللي هما السمر دول بيقفلوا سوا مع بعض، ده وده بيقفلوا سوا مع بعض. انما ده الكالون الصغير اللي كنت قلت لكم عليه، هوريه لكم دلوقتي. بصوا ده المفتاح بتاعه، شكل المفتاح عامل زي مفتاح العربيه، شكله قيم برضو شويه اهو. ده له مفتاح وده له مفتاح، ده المفتاح بتاع فوق اهو كده بيقفل دي بس. بصوا كله بيفتح دي، كله مقفول اهو، دي بس اللي اشتغلت. التاني بقى بص بقى، لما هشغل التاني الكبير اهو، شفتوا ده طلع، وده واللي تحت خالص اهو بيقفل ده وده واللي فوق خالص. وكمان في من فوق الباب من هنا كده، من هنا كده في برضو كالون، ومن تحت خالص من تحت عقب الباب كمان في كالون، من تحت الباب خالص كده من تحت كمان بيقفل كالون ماشي. ده يبقى المفتاح ده بيقفل ده كله، ولو عايز تقفلي بالحته الصغيره بتقفلي بالمفتاح ده بس. امان جدا وحلو جدا. ولو كمان في كمان عايزه تخرجي ولا حاجه بتقفلي على حاجه في بيتك، بتقفلي ومطمنه. وخامته ما شاء الله سمكه قد ايه، بصوا شايفين السمك بتاعه قد ايه، وتقيل، مش فاضي، تقيل. طيب عايزه اوريكم حاجه كمان فيه. افرضي انت جوه البيت ومش عايزه تقفلي بالمفتاح، او انت جوه البيت وعايزه اللي بره ما يعرفش يفتح. يعني لو انت جوه البيت وحد بره معاه المفتاح بس مش عايزه تفتحي له، كنت غضبانه على جوزك ولا حاجه، اهي في دي
ده حاجه كمان غير الكالون ده والكالون ده اللي انا وريتهم لكم. ده اسمها ايه، زي ترباس اهي، بتقفل كده. لو دي اتقفلت، لو مين اللي بره مش هيعرف يدخل، لان ديت حاجه ديت بتكه غير التكات اللي انا وريتها لكم دي كلها. لو اي حد من بره معاه مفتاح لده او لده استحاله هيعرف يدخل خلاص. فاحنا لما بنيجي ننام بنستكفي بنقفل ده وخلاص، بنقفل باب عادي وبنقفل بده وخلاص. كنت عايزه اقول لكم كمان، هو جاي معاه العين السحريه وجاي معاه جرس اهو. ده جرس بيركب له من بره حجاره، هوريكم برده شكل الباب من بره. بيركب له من بره حجاره، بس جرسه ضعيف شويه، فاحنا بنخلي جرس الشقه الباب العادي وخلاص. وده شكل المفاتيح اهو زي ما انا وريتكم اهو. ده شكل وده شكل، والمفاتيح كمبيوتر، مش مفاتيح مليان عاديه، لا مفاتيح كمبيوتر. ده منظر الحلق اهو، ده الحلق بتاع الباب. بصوا ما شاء الله عارض ازاي. دي الحاجات اللي بيخش فيها السنين اللي كنت بقول لكم احكي لكم عليها اهو. دي وراها مسامير ماسكه الحلق في الحيطه اهي. ده منظر الحلقه اهو. وده الحلق من تحت اهو. ده الحتتين اللي فينا مكانين لكليبسيه، مش عارفه اسمه ايه بصراحه. اللسانين بيدخلوا من ده من تحت الباب، من العقب الباب. والعتبه دي اسمها عتبه، جايه معاها جاهزه برضو، بتركب كلها جاهزه كده. ده شكل الباب من بره اهو، من بره باب الشقه اهو. ده الشكل والرسمه بتاعته. في زي ما قلت لك الكالون ده او الكالون ده، عايزه تقفلي بالكالون ده اقفلي، عايزه تقفلي بالكالون الكبير ده اقفلي. ده كالون كبير وده الكالون الصغير، ده له مفتاح وده له مفتاح اهو. مكان الجرس هناك اهو. ده زرار كده تتك عليه وبيبقى له في الحلق من جوه مكان حجاره بتركبيها بالحجاره، بس هو صوتها ضعيف شويه فاحنا مش بنستخدمه اصلا، لان احنا عندنا اصلا جرس للشقه يعني اهو. يا بنات بصراحه حلو جدا وامان. انا حبيت، لان ساعات بقفل على اولادي وبروح مشوار، بروح هنا ولا اروح هنا، فبقى حسيت ان هو امن من الخشب كمان، وخامته احسن من الخشب. ان كنت عايزه تامني اي حد بيشتري باب شقه دلوقتي، نصيحه مني ما تشتريش الباب الخشب. هقول لك برضو نصيحه مني، لو عايزه تشتري باب شقه او بتعملي باب شقه ليكي او باب جديد، ما تشتريش الباب الخشب. احنا لما رحنا سالنا على الباب الخشب بس، يعني باب خشب كويس بس بحوالي 1800 ل 2000 وفي ازيد. هيجي ابيض مش مدهون، مش فيه كوالين، مش فيه عين سحريه، مش فيه مفصلات، ما فيهوش اي حاجه. انت عارفين طبعا باب خشب بس. طبعا على ما يندهن الباب على ما يندهن هياخد حوالي 700 جنيه لو هتدهن حاجه نظيفه يعني. وشوف الكالون العادي بكام، ما بالك ما بقى الكالون الكبير ده اللي هو فيه 5 كوالين، كالون من باب الشقه من فوق، وكالون من العقب من تحت، والثلاثه اللي انا وريتهم لكم من هنا كده، وغير الكالون الصغير اللي هناك ده، غير الترباس الصغير اللي انا وريته لكم كمان. عشان تدهنيه وعشان تركبي الكوالين دي كلها، مش هتلاقي الكوالين زي الكوالين دي، هتلاقي كوالين اللي هي العاديه. وعلشان تكلفيها تخش في ال 4000 جنيه. الباب ده سعره مناسب، حاجه للعمر ان شاء الله يا رب. ربنا يجعله معانا يا رب باذن الله ويعمر باذن الله. حاجه للعمر ليه، وسعره حلو مش وحش. هنيجي بقى للاسعار. السعر بتاع ده كان في نوع صيني وفي نوع تركي. النوع الصيني ده كان عامل 3000 و200 تقريبا، او 3400 مش فاكره بالظبط، في الحدود دي، يا 3 يا 3200 يا 3400 حاجه زي كده، مش فاكره والله. التركي كان معدل 5.5، بس ده حلو مش وحش يعني. واشكال زي ما انا وريتكم، واشكال وفورمات كتير جدا، هيختار اللي يناسبك. وبيجي جاهز كده. الراجل النجار جه خلع، والراجل المحل بعت لنا مع نجار كمان، جه خلع الباب الخشب القديم وجي ركب الحلق ده اهو. بيركب كده بتمسمر بمسامير وخوابير في الحيطه، وركب الباب على طول، ما خدش وقت ولا حاجه. وتلميعه مش عايزه اقول لك بمنديل كلينكس بيبرق، منديل اللي هو المبلل ده، او اي قطنه سوري فوطه قطن مبلوله ميه، بيبرق كله بيلمع. وطبعا الحاجات اللي فيه دي ستانلس مش بتصدي. حتى اللي انا وريتها لكم تحت اسمها ايه، العتبه بتاعته ستانلس مش بتصدي لو جه عليها ميه وكده. ممكن تنضفيه مثلا كل اسبوع مره بقماشه كده اهو، بتعدي بس عليه كده. هو خامته ناعمه جدا، عايزه اوريه لكم برده من قريب. بصوا ناعمه، مش بيمسك في التراب. بصوا ناعمه جدا، مش محطرش كده وبايظ، لا
ناعمه جدا بصراحه. حلو، ارشح لاي حد ان هو يشتريه، وانصح اي حد ان هو يشتريه. انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب، لحد دلوقتي ما لقيتش فيه عيوب. هو معايا بقاله كام شهر اهوت، لحد دلوقتي مش لقيت فيه عيوب خالص، وان شاء الله يضلوا كده يا رب من غير عيوب ولا حاجه. اتمنى اكون افدتكم، واتمنى اكون عرفتكم حاجه، او دليت حد منكم على معلومه كان عايز يعرفها. انا وريته لكم اهو بالتفصيل حته حته. بصراحه حلو حلو جدا جدا جدا، وامان وكل حاجه حلوه والله بصراحه. هتلاقي عندك في اي بلد، هتلاقي منه كتير. لو حبيت تغير باب شقتك، او باب شقتك اتكسر لا قدر الله، او انت هتعملي شقه جديده وعايزه باب جديد امان، او عندك شقه مثلا مش بتعرفي تخشي لها، مثلا عندك شقه في محافظه تانية ما انتش قاعده فيها، فانا انصحك انك تركبي لها بشقه زي ده، عشان تبقي مسافره وانت مطمنه. اسيبكم في امان الله، وبحبكم كلكم في الله، واتمنى اكون فدتكم، ويكون الفيديو خفيف على قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.